رد والي ولاية وهران سعيد سعيود على الإشاعة التي تم تداولها مؤخرا حول إلغاء شركة فيات الإيطالية لعقدها مع الجزائر. وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال والي الولاية التي سيقام على متنها مصنع فيات: إن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المصنع له التزام مع الدولة الجزائرية. وتابع سعيود قائلا: نحن نعمل على خلق كل ما يجب على مستوى المنطقة الصناعية طفراوي من أجل تهيئة كل الظروف لنجاح المشروع. حملة تضليل تستهدف مصنع سيارات فيات بالجزائر. بعد أقل من شهر على توقيع الجزائر لعقد مع شركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مجهولة المصدر تزعم إلغاء الاتفاقية. وخلال الساعات الماضية، نسبت صفحات وحسابات إلى موقع فرانس 24 خبرا تحت عنوان: شركة فيات تلغي اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات في الجزائر بسبب عدم توفر ضمانات كافية لإنجاح المشروع. وبالعودة والبحث في الموقع الرسمي لفرانس 24 لا نجد أي مقال منشور حول إلغاء شركة فيات لعقدها مع الجزائر، حيث يعود آخر خبر منشور بالموقع عن الشركة إلى تاريخ توقيع الاتفاقية. كما لم تنشر شركة فيات عبر موقعها الرسمي أو صفحاتها أي قرار أو خبر حول الإشاعة المتداولة، والأمر نفسه بالنسبة لوزارة الصناعة الجزائرية.